بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا احلى عيلة في الدنيا؟ كل سنة وانتم طيبين. طبعا احنا دلوقتي تاني ايام العيد. ده كان فرح ابن ام احمد، كان تاني ايام العيد. طبعا انا نزلته متأخر على ما ما حطيت حاجات وشلت حاجات، وطبعا كنا مشغولين جدا. انتوا عارفين بقى تجهيزات الفرح والدربكة اللي بتبقى فيها أم العريس وخالة العريس كده، أهل العريس عامة والعروسة. طبعا احنا بنقول لأم أحمد ألف مليون مبروك على فرح ابنها. هي دلوقتي زي ما انتوا شايفين معايا، هي في القاعة في كامل انبساطها وسعادتها، وكانت بتقول لكم ان ده فرح ابنها، وان احنا تاني ايام العيد وربنا يتم عليها بخير. طبعًا هي هنا كانت بتورّيكم القاعة قد إيه جميلة، وقد إيه عجبتها، وقد إيه القاعة واسعة، والقاعة مكشوفة مش مغطاة. وكان اليوم جميل جدًا، جدًا، جدًا. فهي حبِّت تجيب لكم القاعة من أولها، أو تصوّر لكم فيديو من بداية مدخل القاعة كده لحد جوّه. طبعًا هي هنا بتقول لكم إن ده المدخل بتاع القاعة، النُص التاني من المدخل، لإن المدخل بتاعها طويل جدًا. وهي دلوقتي رايحة على القاعة نفسها اللي بيبقى فيها العريس والعروسة والمعازيم وكل الناس دي. طبعًا القاعة ليها مدخلين، ده السلم الأولاني، وهاوريكم دلوقتي حالًا السلم التاني اللي هو بينزل منه العريس والعروسة. زي ما أنتم شايفين القاعة كانت كان عاجبها النظام أوي. فكانت مبسوطة. ده طبعًا ال المكان الجانبي اللي هو بينزل منه العريس والعروسة، وده السلم التاني اللي أم أحمد هتنزل عليه دلوقتي حالًا. السلم ده بيطلّع على الكوشة بتاعة العريس والعروسة على طول. طبعًا زي ما أنتم عارفين إن أهل العريس لازمًا يبقوا متواجدين بدري في القاعة علشان يستقبلوا الضيوف أو المعازيم. فطبعًا كنا هناك، كان لسه العريس والعروسة ما جوش، فقُلنا ناخد جولة سريعة كده ونوريكم القاعة قد إيه كانت جميلة. أم أحمد كانت مبسوطة بيها أوي، وكانت فرحانة بصراحة. طبعًا الممر أو المكان اللي هم ماشيين منه ده، ده المكان اللي بيوصلوا منه للكوشة، العريس والعروسة والمعازيم وكله. أدي أهو المدخل التاني أهو، وده المدخل، ده المدخل التاني، واللي هناك ده الأولاني، ده بتاع العريس والعروسة. طبعًا زي ما أنتم شايفين كانت بتقول لكم إن كمان القاعة فيها لعب أطفال، فيها كل حاجة، قاعة جميلة رغم بساطتها، رغم جمالها ورقتها. طبعًا القاعة هنا كمان مش عبارة عن قاعة أفراح وبس، ده القاعة كمان فيها session، بس العريس ما اتصوّرش في الsession بتاعها، اتصوّر في session برّه. القاعة كبيرة جدًا والsession بتاعها كويس جدًا برضه. طبعًا هنا بقى خدنا لقطات معيّنة كده في الفرح، عشان الفيديو ما يبقاش طويل، بحيث إن إحنا ما نطوّلش عليكم الفيديو. فأنا اخترت اللقطة دي بصراحة، اللي هي لقطة التورتة، ولقطة كمان بسيطة علشان ما يبقاش الفيديو طويل، لإني أنا أمّا صوّرت الفرح كلّه لقيته كبير جدًا، 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 فأنا اختصرته في لقطتين. اللقطة الأولى اللي هي فيها أم أحمد، واللقطة التانية اللي فيها العريس والعروسة بتاعة التورتة دي، ولقطة كمان فيها العروسة. طبعًا الفرح كان فيه ناس كتيرة جدًا.
وكان جميل بصراحة الحمد لله، الفرح كان حلو أوي يعني ما شاء الله ربنا يتم عليهم. طبعًا الحنة كانت أول يوم العيد آآ كان عيد وكل حاجة، كان عيد وكل حاجة بس ما قعدناش كتير في البيت يعني كنا بنستعد بقى للفرح والكلام ده كله. أنا ممكن أنزّل لكم الجزء ده وممكن أنزّل لكم جزء تاني، يعني إيه عشان بس إيه ما يبقاش الفيديو طويل أوي، أنا ممكن أنزّله لكم على جزئين. هيقطّعوا بقى التورتة، كالمعتاد في أي فرح يعني. كانوا جعانين أوي على فكرة، العريس والعروسة كانوا جعانين وعطشانين، يعني في لقطة تانية وهُم بيقدّموا لهم العصير أو الحاجة الساقعة، العريس شرب الحاجة الساقعة كلّها وكان عطشان، وجابوا له كمان كاسة مَيّة كده شربها لإنه كان عطشان جدًا. ربنا يسعدهم يا رب. دناجل. دنجل. واللقطة دي كمان أنا جِبتها لكم، هي عجبتني أوي، كانت جميلة بصراحة.